رسام مشهور عايش مع مراته وابنه في بلد صغيرة. فجأة حصلت عاصفة كبيرة دمرت البلد بالكامل، لكن الأسوأ منها الضباب اللي جه بعدها، وكان بيحتوي على مخلوقات غريبة خلى الناس تستخبى جوه السوبر ماركت. لكن تصرف ديفيد مع عيلته كان أغرب من المخلوقات نفسها. بتبدأ روايتنا بعد عاصفة كبيرة حصلت. ديفيد ومراته خرجوا وشافوا كمية الخسائر في البيت والقارب وحتى العربية اتدمرت. وديفيد راح اتخانق مع جاره نورتن علشان الشجرة بتاعته وقعت وهي اللي عملت كده، لكنه اتفاجئ ان عربيته متكسرة وطلب منه ياخده معاه السوبر ماركت بعربيته علشان يشتروا طلبات يخزنوها، لانهم مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل تاني. وركبوا كلهم العربية وراحوا على السوبر ماركت. اما مراته فراحت تشتري طلبات ليها وما راحتش معاهم، وهم في الطريق اتفاجئوا بعربيات شرطة كتير وعربيات الدفاع، وكل ده ما بيطلعش غير لما بتحصل حاجة كبيرة، والوضع كده ما يطمنش. ولما نزلوا من العربية ديفيد اتصل بمراته يطمن عليها، لكن للأسف ما فيش شبكة، علشان كده ساب ابنه مع جاره ودخلوا السوبر ماركت، وراح اتصل بيها من كابينة عمومية، ولسوء الحظ الاتصالات كلها مقطوعة. رجع تاني على سوبر ماركت، ولما دخل اتفاجئ بالناس بتشتري كميات كبيرة من الأكل لأنهم قلقانين من اللي ممكن يحصل، والكهرباء مقطوعة، والناس بتحكي مع بعض عن اللي حصل وعن العاصفة والأضرار اللي سببتها. وفجأة دخل 3 ضباط جيش واتكلموا مع الضابط الموجود إنهم قلقانين من اللي هيحصل ومش عارفين عواقبه إيه، ومعنى كلامهم إنهم مخبين حاجة مهمة. ديفيد سمعهم واستغرب لكلامهم ده، وفجأة صفارات الإنذار اشتغلت في البلد كلها، وده معناه إن في خطر جاي عليهم. لكن اللي ما كانش حد يتوقعه إن راجل خارج من الضباب بيجري ويصرخ إن في كائنات جوه الضباب، وخطفوا صاحبه، وطبعا محدش صدقه. وفي واحد من الموجودين في السوبر ماركت خرج بسرعة وركب عربيته وهرب، لكن للأسف اختفى وسط الضباب. وبعدها سمعوا صوته بيصرخ، كلهم خافوا ورجعوا لورا وقفلوا بيبان السوبر ماركت عليهم، وخصوصا ان الضباب خلاص وصل لحد عندهم. واحد من اللي جوه اقترح ان الضباب ده سببه التلوث وانفجار المواد الكيميائية، لكن اللي حصل عكس توقعاتهم، واتهزت الارض وكل الحاجات في السوبر ماركت وقعت على الارض وكأنه زلزال قوي، ومحدش عارف اذا كان مصنع المواد الكيميائية ده انفجر ولا ايه. والعمال اللي شغالين اطمنوا على الناس ان محدش فيهم حصلت له حاجة، لكن في واحدة ست انهارت من العياط لانها سايبة ابنها الصغير مع اخته، والمفروض هتسيبهم دقايق وراجع لهم، والموضوع شكله كده كبر، وقلقانة قوي على عيالها، وطلبت منهم حد يوصلها لكنهم رفضوا. فقررت انها تروح لأولادها لوحدها من غير مساعدة من حد، وفتحت الباب وخرجت واختفت وسط الضباب اللي البعض منهم معتقد انه سام، وده سبب اختفاء اللي بيدخل جواه. وبعدها قفلوا الباب على نفسهم تاني، والكل متوتر وخايف. وابن ديفيد كان عمال يعيط من اللي بيحصل لهم. ابوه هداه وسابه مع الستات وقام يساعدهم في تنظيف السوبر ماركت، وطبعا الكهرباء قطعة والاتصالات معدومة ومنعزلين تماما عن العالم. وعلشان كده ديفيد نزل المخزن وحاول يصلح مولد الكهرباء، لكن للأسف ما عرفش يصلحه، وبس فصله علشان ما ينفجرش. هو خارج في الضلمة وقع، ولسه هيقوم شاف حد بيضغط على الباب الحديد من بره، بس الضغطة قوية أثرت على الباب. خرج بسرعة وحكى لهم عن اللي حصل والصوت اللي سمعه، لكن محدش صدقه، ونزلوا معاه بنفسهم يتأكدوا من كلامه. لكن للأسف مفيش أي حاجة تدل على كلامه ده، وإن في مخلوقات خبطت. ونزلوا كلهم شافوا محول كهرباء، وواحد منهم فتحه بس لقي ريحة وحشة جدا وفي حاجة محشورة في المحول من بره وسدها، وده اللي خلاه مش عاوز يشتغل. وهي برضه سبب الريحة النتنة دي، ولازم حد يخرج من بره ويسلكه. واحد فيهم اقترح عليهم يفتحوا له الباب شوية وهيخرج يسلكه ويرجع تاني من الضباب، لأنه أصلا لا في مخلوقات ولا في أصوات، وديفيد بيتهيأله. لكنه عرفهم إنه فعلا سمع الأصوات دي، ولو فتحوا الباب الكائنات دي هتدخل، لكنهم ما سمعوش وفتحوا الباب والنور خرج، وعرفوه إن الضباب ما فيهوش أي حاجة زي ما شايفين كده. فجأة ظهر مخلوق غريب من الضباب ومسك بالشاب بعنف وسط ذهول الجميع، واتلموا كلهم حواليه وشدوه منه، لكنه ما سابوهوش ودخلت دراعات تانية وهجمتهم كلهم، وكل همهم يسحبوا الشاب من بين دراعاته. عامل السوبر ماركت جاب فاس علشان يضربوا بيها ويخرجوا نورم، لكنهم للأسف مش قادرين عليه. وفي لحظات صادمة اختفى الشاب داخل الضباب وترك الجميع في حالة رعب وصدمة، وهاجمهم بعدها وقاوموه بكل قوة. وديفيد قدر ياخد جزء منه كعينة علشان يعرفوا ده ايه، وبعدها الكائن ده سحب نفسه لبره وقفلوا عليه الباب. وديفيد اتخانق معاهم لان السبب في اللي حصل للشاب، وما صدقوش كلامه ان في مخلوقات غريبة بره، وعرفهم انهم لازم يفصلوا المولد. وخرجوا كلهم من المخزن ومفضلش غير ديفيد، وعمل السوبر ماركت اللي من رأيه انهم يعرفوا الناس باللي حصل ويمنعوهم من الخروج ويكونوا مستعدين. لكن ديفيد عرفوا انهم مش هيصدقوهم لان الموضوع غريب، حتى الكائنات دي غريبة ومحدش يصدق انها موجودة، ولحد دلوقتي مش
مش عارفين الدراعات دي متوصلة في الآخر بمخلوق شكله إيه. خلصوا كلامهم وخرجوا للناس اللي استغربوا شكلهم وسألوهم حصل إيه جوه. ديفيد غير هدومه بسرعة علشان ابنه ما يعرفش اللي حصل ويخاف، واتفق مع اللي كانوا معاه إنهم يعرفوا نورتن بما إنه محامي كبير وهيكون قاضي فهيعرف يتكلم مع الناس، وطبعا هيصدقوه لإنه راجل مهم في البلد. والعامل عرفهم إنهم لازم يستعدوا للكائنات دي ويأمنوا نفسهم، وخصوصا إن السوبر ماركت كل واجهاته إزاز. وديفيد نادى على نورتن وحكى له إن في مخلوقات غريبة بره موجودة في الضباب وليها دراعات طويلة، وهجمته وسحبت الشاب اللي معاه، وهي برضه السبب في اللي حصل للراجل لما دخل السوبر ماركت وقال إن صاحبه اتاخد منه في الضباب. لكن نورتن ما صدقوش واتهموا بالجنون. ديفيد نادى على أصحابه اللي كانوا معاه تحت وشهدوا إنهم شافوا دراعات مخلوق فعلا، لكن نورتن ما صدقهمش، وخصوصا إن الكلام ده محدش عقلاني يصدقه. ديفيد سحبه من إيده علشان ينزله تحت وشوف الدراع اللي خده من الكائن ده، لكنه شد إيده وتعصب عليه وهدده إنه هيرفع عليه قضية تعدي وهيسجنه. وكل الناس شهد عليه إنه مجنون، لكن عامل السوبر ماركت أكد له إنه مش مجنون وإنهم شافوا ده فعلا، وجمعوا الناس حواليهم وحكوا لهم اللي شافوه. وطبعا محدش مصدقهم واتريقوا عليهم واتهموهم انهم شاربين حاجه، وعلشان كده مدير السوبر ماركت نزل بنفسه علشان يحكم. ولما نزل وشاف الجزء اللي اخدوه من دراع الكائن ده صدق كلامهم وخرج للناس وعرفهم ان في مشكله ولازم يقفوا جنبهم، وبداوا يامنوا مداخل السوبر ماركت وحطوا وراه البضاعه علشان محدش يقدر يفتح الابواب. اما في جبهه السيدات ففي واحده منهم ولعت شمعه في الحمام واتكلمت مع حد مش موجود بطريقه غير مفهومه انه لازم يساعدها تنقذ الناس دول لانهم ما يستاهلوش اللي يحصل لهم، وخرجت لهم. ولقت نورتن لسه بيشكك في كلام ديفيد فحاولت تجذب الناس لصفها وكونت جبهة ربانية وإنها طرف من ربنا ولازم يجوا في صفها علشان هي الكفة الربحانة، وأي حد هيكون في صفها ربنا هيكون معاه وينقذه. وإنهم هيتقسموا نصين، جزء منهم صالح ودول اللي هينجوا، أما النص التاني فهيكون مع المذنبين اللي عندهم سيئات ولازم يعترفوا بيها. وواحدة منهم ضربتها بالقلم بس كملت كلامها وكأن مفيش حاجة حصلت، وبدأت تتكلم بأفكار متطرفة خطيرة مستغلة الدين لتخويف الناس والسيطرة عليهم، وكله متضايق من كلامها وخصوصا إنها خوفت الأطفال. وعلشان كده عامل الماركت هددها إنه هيحط لها بلاستر على بقها ويمنعها من الكلام، وعرف الناس إن محدش يصدقها لأنها مجنونة والبلد كلها عارفة كده. بيلي ابن ديفيد خاف منها وجري على الضباط وطلب منهم يساعدوهم ويخلصوهم من الكائنات دي، لكن والده جه وعرفه إنهم محبوسين زيهم في المكان ده وأكيد والدته كويسة وهيروحوا لها قريب. واتجمع مع الناس وحاولوا يفكروا في طريقة لحل اللي هم فيه، وسألوا مدير الماركت إذا كانت معاه أسلحة، لكنه جاوبهم إن الماركت مفهوش أسلحة خالص. وفي واحد من الموجودين عرفهم إنه معاه بندقية في عربيته، لكن ديفيد رفض إن أي حد يخرج، ولقوا واحدة معاها مسدس ادته لهم، وعامل السوبر ماركت بيعرف يستخدمه وهيخليه معاه. ونورتن عرفهم إنه يخرج ويجيب البندقية من العربية بتاعة الراجل ومفيش أي حاجة بره غير الضباب، وكلام ديفيد ملوش أي أهمية. ديفيد حاول يمنعهم من الخروج لكنهم أصروا بقيادة نورتن، وعلشان كده ربطوهم بحبل علشان لو حصلت لهم حاجة جوه الضباب يشدوا لهم الحبل ويعرفوهم. وفعلا ربطوا واحد منهم وسابوهم خرجوا، فضلوا ماشيين والحبل يتسحب واحدة واحدة، ومعنى ده ان الدنيا تمام ومفيش مخلوقات غريبة ولا حاجة. لكن اللي عكس توقعاتهم ان الحبل اللي اتشد بسرعة جدا وكان في حد هجم عليهم وبيطاردهم. ديفيد سحب الحبل لكن للأسف هو اللي كان هيتسحب، وفجأة لما سحب الحبل اتسحب معاه لكنه كان مليان نزيف، والمفاجأة كانت صادمة. ورجع بطريقة مرعبة تأكد ان اللي خرجوا مش كلهم رجعوا، وبسرعة قطعوا الحبل وقفلوا على نفسهم الباب وشغلوا الكشافات على المولدات علشان يشتغلوا. وهم بيراقبوا الوضع بره اتفاجئوا بحشرات كبيرة شبه العناكب وخفافيش واقفة على الإزاز، ولما ولعوا الكشافات عددها زاد وما يعرفوش إنها جت على ضوء الكشاف. وبعدها الحشرات دي بدأت تهجم على الإزاز وفضلت تخبط فيه لحد ما كسرته ودخلت لهم وهجمتهم، وواحدة اتصابت منهم. وقاوموا الحشرات دي بكل قوة. ديفيد استخدم النار كوسيلة أخيرة للدفاع عنهم ومحاولة إبعاد الكائنات دي، والكل عمل زيه لحد ما واحد اتكعبل ووقع البنزين على الأرض ومسك فيه، وبدأت الكائنات تهاجم الموجودين. وإصابة إلين خطيرة وأثرت على حالتها بشكل مفاجئ. أما العامل فكان معاه المسدس وضرب جزء منهم بالنار وخرجوهم كلهم بره وطفوا النار اللي مسكت في السوبر ماركت، لكنهم للأسف فقدوا ناس كتير منهم وفيهم ناس مصابين، وعلشان كده لازم يروحوا الصيدلية يجيبوا لهم علاج من هناك. وديفيد اقترح عليهم إنهم يهربوا من المكان ده عند الفجر لأنه لاحظ إن المخلوقات دي اختفت الفجر، وعلشان كده هيهربوا في وقت اختفائها. لكن في فريق كان رافض فكرة الخروج من الماركت، وعلشان كده
كده هيخلوا مشوار الصيدلية هو الفاصل، لو راحوا ورجعوا يبقى كده الدنيا أمان وهيقدروا يهربوا، وخصوصا إن في فئة من اللي معاهم آمنوا بأفكار الست دي اللي بتقول على نفسها ربانية، ودول بيشكلوا خطر على الكل وخصوصا إنها مجنونة. ديفيد خلاص قرر إنه هيخرج وراح ودع ابنه، وسأل الناس مين هيروح معاه علشان يجيبوا أدوية للمصابين، لكن الست النورانية دي عرضته وإنه هيكون السبب في دمار اللي معاه، لكنه عرفها إن الصيدلية جنب الماركت بالظبط ومش هتحصل حاجة، بس هي حرضت الناس ضده واتهمته إنه لو خرج هيعرف المخلوقات دي طريقهم ويخليهم ياخدوا بالهم من وجودهم، وفريقها طبعا مأيد كلامها، لكن ديفيد صمم إنه يروح، وفي كام واحد اتطوع وراح معاه، وخرجوا ودخلوا على الصيدلية لقوا الباب مفتوح، وده معناه إن في حاجة دخلت لهم، وفعلا لقوا كل الدكاترة ميتين، وبالراحة لموا الأدوية اللي هيحتاجوها، ولحسن الحظ اكتشفوا إن في واحد من الدكاترة لسه عايش وطلب منهم ينقذوه، ولما جم ينزلوه اكتشفوا إنه محاصر بخيوط غريبة في مشهد مرعب يؤكد إن المكان مش آمن، وفجأة العناكب هجمت عليهم جريوا منها وقاوموها، لكن خيوطها كانت بتحرق أي حاجة تلمسها وأذت كتير منهم وبيحاولوا يخرجوا من المكان، لكن للأسف مش عارفين العناكب في كل مكان موجودة، وولعوا النار علشان يخوفوهم ويسيبوهم يخرجوا، وأخيرا هربوا منهم وخرجوا من الصيدلية بسرعة ورجعوا للماركت. ديفيد نام من التعب وصحى على صوت الست النورانية وهي عاملة زعيمة ولمت الناس حواليها، وللأسف عدد كبير مصدقينها. ديفيد سألهم عن الضباط لأنه سمع واحد فيهم بيقول إنهم السبب في اللي حصل ولازم يعرف منه الحقيقة. دور عليه وراح له لقاه قاعد لوحده، سأله عن أصحابه قال له إنه ما يعرفش مكانهم، ولما دور عليهم لقوهم في المخزن، وللأسف اتخلصوا من نفسهم وده بسبب إحساسهم بالذنب. وبعدها الجندي اللي فاضل اعترف إنه عارف سبب الضباب وعارف إن في مخلوقات موجودة من البداية، وخدوه علشان يقول اللي عارفه قدام الناس كلها، وفعلا اعترف إنهم عارفين إن مجموعة علماء عملوا أبحاث أدت إلى فتح بوابات على العوالم الأخرى، وده سبب دخول الكائنات دي عالمنا. والست النورانية بدأت تصرخ بإنه السبب في غضب ربنا عليهم، وعلشان كده لازم يخلصوا منه علشان يرضوا ربنا. والفريق اللي معاه هجم عليه وشالوه خرجوه بره الماركت وسابوه لمصيره مع الوحوش. ديفيد وفريقه حسوا بخطر الست دي ومدى تأثيرها على الناس، وعلشان كده قرروا يهربوا عند الفجر، ولما جه ميعاد الهروب لقوها قاعدة لهم جنب الباب، هي وفريقها منعتهم من الخروج بحجة إن ربنا مش راضي عنهم ولا عن خروجهم ده، واشترطت شرط صادم وغير إنساني كشف للجميع مدى خطورة أفكارها. وهنا اشتبكوا مع بعض لحد ما عامل السوبر ماركت ضرب عليها نار وطلبوا من أعوانها يسيبوهم يهربوا، وفعلا خرج فريق ديفيد من السوبر ماركت وجريوا لحد العربية، والعامل فتح أبواب العربية كلها علشان يدخلهم، لكن للأسف الكائنات دي أخدته وقضت على عدد كبير منهم، وركبوا الخمسة اللي فضلوا العربية ومشوا على أمل ينقذوا حياتهم والبنزين اللي في العربية يكمل معاهم لحد ما يخرجوا من الضباب. ديفيد لما عدى من قدام بيته افتكر مراته وحزن عليها، لكنه كمل طريقه وفضلوا ماشيين وسط الضباب في رحلة شافوا خلالها مخلوقات أغرب من الخيال، لكن للأسف البنزين خلص والعربية وقفت وخلاص ما بقاش قدامهم حل غير إنهم يسلموا نفسهم للمخلوقات دي تحت ضغط نفسي رهيب. ديفيد بيحس إن مفيش أي مخرج من الكابوس ده اللي هم فيه، وبيوصل للحظة انهيار كاملة قبل ما الحقيقة تظهر في شكل صادم وغير متوقع، والحل في المسدس. لكن لسوء حظهم المسدس فيه 4 رصاصات وهم 5. ديفيد قرر إنه يريحهم وهو يتنازل عن حقه، وفعلا بطريقة غير معروفة خلص ال4 من حياتهم، وبعدها نهار ونزل من العربية ونادى على الوحوش، لكن اللي جاله كانت صدمة حياته. قوات الحماية المدنية اللي خلصت البلدة من المخلوقات دي ونقلت الشعب لأماكن آمنة بعيد عن الضباب، وما بقاش في مخلوقات غريبة خلاص. ديفيد ينهار نفسيا بعد ما يكتشف الحقيقة ويفضل عايش مع الإحساس بالذنب والصدمة طول حياته. ولو وصلت لحد هنا ما تنساش تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.